بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما هتشوف الفيديو حبايب قلبي. دلوقتي احنا هنعمل غدانا، نجهز غدانا دلوقتي مع بعض. فيش أنا مسكتها نضفتها اهو وغسلتها بالمنظر ده، اشتلت منها الدهون وأي حاجة منش هاكلها اشتلتها الأول رميت، والوقت مسكتها برضو غسلتها بمية كده جارية ونضفتها تنظيفها حلوة، وهعمل لها ايه حاجه كده انقعها فيها لحد ما اجي اسويها. هعمل لها ايه بقى يا حبايب قلبي؟ هعمل لها دقيق اهو، دي الفشه بتاعتنا. هعمل لها فمها حلو نقعها كده دقيق وتقلبها حلو كده اعمل لها طماطمايه كده تقطعها خالص كده معانا برضه ملح، معانا ملحات، ومعانا ليمون، ليمونتين تلاتة كده تمسكوهم اهو حبايب قلبي، ملح وليمون وطماطم ودقيق اهو. وهنزل الاول ايه بحتت كده من الفشه، وده الطحال اهو، وده ايه الزور بتاع الفشه اهي يا حبايب قلبي. انا غسلتها الاول ونضفتها من اي حاجه مش هاكلها خشتها اهو يا حبايب قلبي اهو. بس كانت نضفتها نضافه حلوه كده اهو يا حبايب قلبي. وتسيبها بقى تنزل المقادير لحد ما تعمل اي حاجه. انا هطلع الاول اكل الطيور بتاعتي، اطلع اكل طيور انا واشوف هعمل ايه، وارجع برضك بعد نص ساعه كده اشوف بقى هنعمل فيها ايه. يلا حبايب قلبي نسيبها بقى في محل نقاها كده ونطلع ناكل الطيور بتاعتنا ونرجع تاني. حبايب قلبي احنا هنا بعد ما نقعناها ساعتين او اكتر من ساعتين كمان، مسكتها شطفتها شطفه حلوه اهو، وغسلتها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها اهو. وهنا ميه هي بتغلي هنزل فيها بجزر وبصل وثوم وفلفل اخضر، جزر وبصل جزر وبصل وثوم وفلفل اخضر على شطه اهو. وهنا فلفل اسمر وقرنفل وحبهان وقرفه وورق لورا، فلفل اسمر وقرنفل وحبهان وقرفه وورق لورا اهو. ده كله كده في الميه وهي بتغلي كده، كله في الميه وهي بتغلي بالمنظر ده كده حبايب قلبي اهو. نكرنا كده ومعانا نص ليمونه من الحق اهي، نص ليمونه. هننزل بقى بالفشه بتاعتنا كده في الميه وهي بتغلي اهي، وهننزل بالطحال بحاله كده مش هنقطعه الوقت. احنا هننزل بالحاجات اللي يعني كل الحاجات اللي انا بحطها الوقت دي هتكش مع الغليان اهو. شويه برضو كده واحط الذر، هما حتتين الذر هما هحطهم بس ما دكش شويه، عشان انتوا عارفين ان هي ما بتخش في الغليان بتفور. انا مش عايزاها تفور وتعمل الدنيا لا اهي يا حبايب قلبي اهي. هسيبها بقى مع نفسها كده لحد ما تكش شويه واقوم نازله عليها بالظبط، وهنرجع تاني برضو نشوف هي ايه يعني هنعمل فيها ايه. ماشي يا حبايب قلبي. هنا لما كشت شويه يا حبايب قلبي هنزل عليها بقى الطماطمايه كده 4/4، وحطيت هنا الحتت بتاعه الذره اهيت، ولو طلع لها رمه ولا اي حاجه زي دي كده نبدا نشيلها نتخلص منها. كده كده احنا هنرمي الشوربه كلها، بس برضو يعني ايه يعني احنا نسلقها في الشوربه دي والشوربه دي هتترمى، دي ما تعتبرش شوربه. ميه السلق بتاعه الفشه دي ما تعتبرش شوربه، بس احنا بننكهها عشان تدي طعم للفشه نفسها. ماشي يا حبايب قلبي اهي. تشيل بس الرمه كده بحيث تستوي ايه في حاجه نضيفه،
وتسيبيها بقى مع نفسها بقى، تاخد ساعة، تاخد ساعتين، تاخد زي ما تاخد. سيبها بقى على النار كده لحد ما تستوي خالص. وانا هجهز الخضار بتاعنا، بصل وفلفل اخضر وطماطم قطع صغيرة وتوم، عشان هنسويها بعد ما هنا هنشوحها بقى زي الكبدة كده بطماطم، ونجهز معاها بقى رز حباية وحباية، او تجهزي معاها عيش على حسب بقى. ماشي حبايب قلبي، هخلص بقى خالص واجهز لها بقى الحاجة بتاعتها وارجع لكم تاني. الفشة بتاعتنا دخلت في السلق كده اهي، بدأت تستوي اهي بالمنظر ده كده. هي استوت، تعتبر استوت، بس انا هسيبها برضو تاخد وتدي مع نفسها كده. وقلت نعمل لي فنجان قهوة كده على السريع. هنا معلقة بن اللي ملانة، هاخد عليها معلقة لبن بودرة، معلقة واحدة لبن بودرة كده اهي، دي معلقة. هاخد معاها معلقة عسل ابيض، ما تكتريش لان احنا كنا عارفين ان العسل الابيض بيحلي. هاخد عليها غير كده ميه، واحط كله كده على البوتاجاز كده، على عين البوتاجاز اهو. يبقى هنا لبن بودرة على قهوة، معلقة قهوة على معلقة لبن بودرة على معلقة عسل ابيض، واسيبها كده لحد ما تاخد وتدي مع نفسها كده بالمنظر كده. اهو يا حبيب قلبي على نار هادية كده، تاخد وتدي مع نفسها كده مع التقليب. تفضل تقلبي فيها عشان كل المكونات بتاعتنا تندمج مع نفسها. هنا فنجان القهوة بتاعنا يعتبر استوى اهو. يا حبيبي يعتبر استوى كده. هنيجي هنا كده ونفضيه. انا بحب اشربه في كوبايه الازاز دي اهو. هشربه بقى وارجع تاني اشوف هعمل ايه في الفشه بتاعتنا حبايبي اهو. ما شاء الله شوفوا شكل الفنجان ده اهو. هروح اشربه وارجع تاني اوريكم احنا هنعمل ايه في الفشه. يا حبايب قلبي قطعنا الفشه بتاعتنا اهو بعد ما استوت، وانا فصت توم اهو على الزيت، يعني معلقه توم كبيره كده يا دوبك ريحتها تطلع بس كده اهي. وهنا بعد ما ريحتها طلعت وبعد بالشكل ده كده هننزل بالفشه بتاعتنا ما شاء الله متقطعه وجميله اهي. الفشه والطحال والزوت، زي الفشه والطحال والزوت اهو ما شاء الله اهو. شوفوا بعد ما استوت مسكتها قطعتها قطع صغيره كده. وهي حبايب قلبي وهنا مجهزه فلفل، شطه حمراء على فلفل على شطه خضراء وطماطم 4-5 طماطمات كده. وهنا في الكبه اليدوي كده عامله بصلتين معاهم بشر ناعم زي ما انتم شايفين كده اهو. تكون مجهزه كل ده. والثوم احنا شوحناه في الاول عشان نعمله نقلب فيه الفشه في الاول. نديها تشويحه كده مع الثوم زي ما انتم شايفين كده، تشويحه خفيفه بس لان انتوا عارفين ان هي مستويه اهي. وهننزل عليها بقى بالبصل ننزل عليها بالبصل بتاعنا كله كده. البصل اهو حبايب قلبي، ونسيبها تاخد وتدي بقى مع البصل كده لحد ما نجهز لها التوابل. نسيبها تاخد وتدي مع البصل واروح اجهز التوابل بتاعتنا اللي هحطها عليها. يا حبايب قلبي بعد ما خدت ودت كده مع البصله انزل عليها بكزبره وكمون وسبع بهارات وقرفه وفلفل اسمر اهو. كزبره وكمون وسبع بهارات وقرفه وفلفل اسمر. وهنا معانا الملح وبرده نقلبها كده، نظبط لها الملح بتاعها ونظبط لها كل حاجه.
يا حبايب قلبي ما شاء الله عليها وعلى ريحتها، والله ما تقوليش خالص دي فشه دي، تقولي كبده تقولي اي حاجه تانية، انما من ريحتها ما تقوليش فشه. هنزل بقى بالطماطميه بتاعتي اهي، وبرده هتلاقي تقليبها كده. انت اللي هتحكم عليها لو جربتها بالطريقه دي. مش هحط الفلفل دلوقتي لان انا بحب الفلفل يكون باين في الكبده وفي الحاجات اللي زي دي. اهو يا حبايب قلبي برضو هسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها شويه لحد نغسل الحاجات بقى اللي انا استخدمتها دي، وبعد كده ارجع لها. وهي حبايب قلب الفشه بتاعتنا خلصت اهي، وزودت لها الفلفل زي ما انتم شايفين كده. انا كنت حاطط لها كوبايه ميه، قلت عشان ايه تطلع الطعم والريحه، وما شاء الله هي خلصت اهي. وايه عايزاكي كده تبقي واقفه كده في المطبخ، ما تسيبيش الدنيا مكركبه حواليكي. اهو يا حبايب قلبي اهو شوفوا غسلت الاطباق، الحله اللي احنا سوينا فيها الفشه والحوض اهوت، بسم الله ما شاء الله. والكبه بتاعتنا انا ما بغسلش الايد بتاعت الكبه يعني اهي، وما شاء الله اهوت. مسكت الرخامه برضو نضفتها اهو يا حبايب قلبي. وعايزاكي تبقي واقفه في المطبخ كده وكل حاجه حواليك نضيف. واما اخلص بقى امسح البوتاجاز بتاعنا لان وقع عليه من الفشه كده فرط. اما ابقى اخلص خالص بقى ونتغدى اقوم ماسكه البوتاجاز غسلاه. بس انا عايزاكي اول باول كده تنضفي المكان اللي انت واقفه فيه. هخلص بقى واجهز السلطه واجهز المخلل والعيش. ولادي قالوا لا مش هناكلها مع رز. اخلص خلاص واوريكم الغدا بتاعنا وانا بقدمه. وده يا حبايب قلبي بيكون الشكل النهائي الغدا اهو. انا عملت معاها عملت معاها طحينه، وزودت على الطحينه معلقه مايونيز من دي، كان هنا بس يجي معلقتين كده حطيته. وحطيت وجهزت طحينه بليمون وخل وتوم وكمون وملح وكده يعني. وانتوا عارفين بقى تجهيز الطحينه. وعلى فكره انا اللي عامله الطحينه ده على ايدي. وعملت معاها سلطه خيار وطماطم كده وفلفل وطماطم ومخلل شريان من المحل. وهي وده بيكون الشكل النهائي للفشه بتاعتنا اهو يا حبايب قلبي. يا رب تعجبكم. وهقدم معاها عيش فلاحي. وهو ده بيكون شكل غدانا. يا رب غدانا يعجبكم النهارده يا حبايب قلبي. وما تنسوناش باللايك وبالاشتراك. ومع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.